اللهم من هذا منكر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بما أن الخطأ وقع في مستشفى الدولة، فالدولة اللي خصها تعالج لي ابني، الدولة هي اللي خصها توفر لي هذا الكارتيسيل وفي أقرب وقت، لأن الحالة ديال ابني طبي فادح من يتحمل خصو ياخذ حقه في العلاج، واللي خطا خصو يتحمل المسؤولية، وأنا عندي ما يثبت ذلك، وكل واحد شارك في هذا الخطأ هذا خصو يتعاقب عليه. أنا الحالة ديال ابني حاليا حرجة وكتحتاج تدخل بسرعة، لأن أي تأخر ماشي للصالح ديالو، وكنحملو المسؤولية بما أنني ابني تعرض لخطأ طبي في مستشفى للدولة. إذا الدولة هي اللي خصها تعمل لي الكارتيسين هذا ابني، أنا ابني ما عندوش العلاج في المغرب، اللي عندي خسرته، ويا ريت كون كان جاب شي نتيجة. أنا ما عندي ما نخسر، حتى من السعاية خرجت نسعى في السبة ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صابر، طفل الذي يعاني من مرض السرطان، اليوم كنتفاجئوا بخطأ طبي في هذه الحالة ديالو، واليوم خرجت الأم ديالو كتهضر بحرقة على الطفل ديالها وكتطلب العدل في حق الطفل ديالها. فاحنا ما علينا الا نتفرجوا الفيديو ديالها. الصراحه اللي تفرج هذا الفيديو كامل من الاول حتى الاخر وما بارطاجاهش، ما كنسميكش انت ولد الشعب او لا عندك واحد الحرقه على هذا الطفل هذا. الصراحه هذا الفيديو قطع في القلب، ماشي غير في القلب ديالي، راه في القلب ديال المغاربه كاملين. كيف ما كنعرفوا المغاربه يد واحده، ما علينا الا نتعاونوا ونبارطاجيو هذا الفيديو هذا، لانه الصراحه كيستحق البارطاج وكيستحق نتعاونوا مع الطفل اللي الصراحه عاد بدات الحياه ديالو. خطأ طبي فادح، من يتحمل المسؤوليه؟ تفرجوا معنا في الفيديو حتى الاخر. كما انتم عارفين الحاله ديال بني محمد صابر انه وصل لواحد النقطه اللي صافي ما بقالوش العلاج في المغرب، ومن بعد ما بحثت ودققت في الوراق في الدوسي ميديكال ديالو، كنكتشف ان بني تعرض لخطا طبي في المستشفى الجامعي في طنجه، بحكم ان بني فاش اكتشفنا المرض كان الدكتور اللي شافه في الاول كان عطانا رساله مستعجله، مشينا للمستشفى الجامعي وكانت اوسبيتاليزا تما دارت له لا بيوبسي، تما خدا لا شيميوثيرابي لا سيونس الاولى. بيوبسي كتثبت من لابوغاتوار ديالهم في سي اش اي، كتثبت بان بني عنده لانفوم نو هوتشكين بي، يعني سرطان الغدد الليمفاويه الخلايا البائيه الكبيره. خدا بعض الحصص د لا شيميو في طنجه، وزادوا له حصه واحده اخرى واحد العلاج سيكلو. عملنا السكانر، لقينا بالعكس الحاله ديالو كتزيد تدهور، ومع ذلك كملوا له على بروتوكول. يعني كيف يعقل ان العائل خدا بعض لي سيونس ولقاو عملوا سكانر ولقاو بان العائل الحاله ديالو كتدهور وما عملوش اجتماع ويقرروا ان يبدلوا الخطه ديال العلاج. هادشي اللي كنعرف انا. بسطيات ها هما، والناس اللي غيشوفوا غيعرفوا بان هذا الدواء هذا كيتخاد من سرطان الدم، ماشي من سرطان الغدد الليمفاويه الخلايا البائيه الكبيره. وصحاب التخصص يعني اطباء هما اللي غادي يعرفوا هادشي هذا بالاخص. خدا 3 الاسابيع صافي بني الحاله ديالو صافي وصل للموت، لدرجه كنباتوا نشاهدوا له العيل كيموت. مشيت لعندها في الاسبوع الرابع، قلت لها صافي انا ما قادراشي نكمل نبني هذا الدواء، صافي العيل الحاله ديالو تدهورت. صافي قالوا لي ديه بحالو للدار، بنك ما استجابش للعلاج، صافي ديه بحالو للدار. قلت لهم اوكي انا موافقه نعاود لا غوليكتير بيوبسي. صافي عطاوني العينه ديال التشريح الدقيق اللي خداو من لا تيمور اللي في الصدر د بني، طلعناها نربط باش ندفعوها فوق لابوغادوار تما باش نعاودوا لها القراءه. انا بقي ما قدرتش نستسلم ونشوف بني كيموت حدايا وقرا مربعه يدي. هزيتو طلعتو نربط، طلعناه نربط، عرضناه على واحد اختصاصيه تما اورام الدم. فاش شفتو قلت راه ولدكم هاد 3 شهور اللي كان في سي اش اي في طنجه كان كياخذ بروتوكول خطا. انا ديك الساعه ما قلت صافي عادي، قدر الله ما شاء فعل. صافي يعني انا جيت من ايدي امينه اللي غادي يتلقى علاج الصحيح اللي كان خصو يتاخذوا في الاول. العائله اوسبيتاليزا، دوز اسبوع، خرجت الريزولطا د لا غوليكتور ديال البيوبسي اللي دفعناها، تاكد انه نفس لانفوم، يعني ما كاينش خطا. الطبيبه فاش شافت انا عندي كلشي الوراق ديالي كاملين، وانا كنطالب تحقيق من وزاره الصحه باش يجيو يشوفوا هذا الخطا الفادح اللي تعرض له بني. هادشي بزاف، هادشي ما يمكنش. هادشي هذا علاش مسكين، علاش غادي يتعداو على طفل بريء ونعيشوا في هذا بعد هذا طيب هذا 11 شهر؟ علاش غنعذبونا هيدا؟ علاش انا بني في الاول تشخص بسرطان الغدد الليمفاويه وهو عطاوه علاج سرطان الدم.
هكديتا صافي هزتني لومبيلونس ورجعت لطنجة برسالة للطبيب البروفيسور الكبيرة اللي تما كتقول لا بان هذا الباسيون هذا تعرض لخطا عندكم في التشخيص، وراه لا غوليكتور كتثبت بان لا بيوبسي الاولى صحيحه نتوما اللي خطيتو، يعني لا بيوبسي تشخصت بشكل والعلاج تعطى بشكل والسرطان ولا شرس ومقاوم للعلاج. يعني ابني واخا يكبوا فيه الشيميو الاسطوله ما غاديش يقبل فيه. خرجوا لي على ابني. من بعد ما مشى طلعنا انا هبط من الانعاش. ملي هبط من الانعاش بدات له الطبيبه البروتوكول صحيح اللي كان خصو يتعطى له في الاول. ملي عملاتو له الحمد لله كان استجابه، يعني في ظرف 2 أسابيع عاودنا السكانر لقينا بان حجم الورم نقص 47%. يعني كون كان ابني تلقى العلاج ديالو علاش هما ذاكرين في لابيوبسي يعني بان خصهم CD 20 يشوفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، وهما كيأكدوا لهم انها بوزيتيف. وبني ما خداش دواء روتاكسيماب. علاش ما عطاوهاش العلاج المناعي؟ علاش ما خداش زيلفا؟ علاش هذا العلاج هذا اللي نورمالمون في CD 20 يعني كان خصهم كيما تكون بوزيتيف ديك الساعه يعطيوها هذا العلاج هذا؟ علاش بني عوض ما ياخذ نهار اللي خرجت لا بيوبسي نهار 11 في شهر 7 بني خدا هذا العلاج هذا حتى طلعنا بابات. انا بني خدا بعد ديك الحصص اللي بروتوكول الين بيكوباديم وتكافز لدرجه بقينا كنا كنبقاو هوسبيتاليزي بالشهور تما، لان الحاله ديال العيل حنا كنا كنعالجو سرطان في الرباط. للاسف ما تعالجش بسببهم، ضيعوه ب3 شهور من حياته. فاش طلعنا انا حنا ما وليناش كنعالجو سرطان، ولينا كنعالجو الخطا اللي وقع في طنجه. وعندي ما يثبت ذلك. انا كنطالب باش يعملوا لي حل. مني مؤخرا صافي ما بقالوش العلاج بسبب ديك البروتوكول الخطا اللي خدا في طنجه. الجسم ديالو لعبوا له في الجسم ديالو صافي. ابني ما بقاش الجسم ديالي ما بقاش يقابل انه السرطان ولا اشرس صافي، واخا كيكبوا له الشيميو كيزيد ولا مقاوم للعلاج. وعندي ما يثبت ذلك. انا ما كنهضرش من فراغ. مؤخرا كما نتوما عارفين بدلوا لنا بروتوكول ثاني اللي هو نتوما عارفين الثمن ديالو شحال كان، وهيدا كنت قاتلنا من اجل صابر. وانا متشبته باي امل كيقولوا انا كنتشبت به وكنحاول واخا على قبل هذا البروتوكول اللي تعال بالخطا انا خرجت نسعى في سبه ابني. وما يطلب شي حاجه من شي واحد، ولكن انا ابني خرجت نسعى باش نوفر الدواء اللي غيقولوا لي هما باش بني يتعالج من الخطا اللي عملوا له هما. خدات 3 الحصص من البروتوكول الثالث، لان الاول كان في طنجه والثاني هو اللي عملناه فاش طلعنا نهبط، والثالث هو اللي كان ديك اير بولا ايس. الناس اللي في التخصص غيعرفوا ان ولدي خدا البروتوكول الاول غريل، والثاني اير بولا الثاني الين بي كوباديم، والثالث اير بولا ايس، وهذا كان الاخير. يعني قالت لي صافي ديه بحالو للدار. انا ربي بغى هادشي يتفضح، وربي بغى ان الحق دبني يبان، وانا ما غنسكتش على الحق دبني. انا كنطالب باش يتفتح تحقيق في هادشي هذا، باش اللي اي واحد ساهم في هذا الخطا هذا خصو يتعاقب. وعندي بلي كاشي ديالهم، انا ما كنهضرش من فراغ، انا عندي ما يثبت ذلك. مؤخرا كما نتوما عارفين الطبيبه قالت لي عندك خيار واحد اللي هو اسبانيا ولا فرنسا، يعني اوروبا. الكارتيسيل انا في الاول قالوا لي باللي الثمن ديالها 80 مليون. من بعد ما تواصلنا مع لوبيتال في برشلونه كنتفاجئ باللي صيفطوا لي بان التكلفه ما بين 300 مليون و 600 مليون. الشيء اللي خلاني صافي دخت انا يستحيل انني نخرج نطلب من المحسنين يجمعوا لي هذا الثمن هذا، لان انا فاش شفت ديك الايميل اللي جاني من ديك المستشفى انا وجاتني الدوخه. فما بالك غنخرج انا ونقول لكم جمعوا لي هذا المبلغ هذا. لهذا بما ان الخطا وقع في مستشفى الدوله، فالدوله اللي خصها تعالج لي ابني، الدوله هي اللي خصها توفر لي هذا الكارتيسيل وفي اقرب وقت، لان الحاله ديال ابني كتدهور وبني ما حقه غادي ناخذوا له. انا الحق ديالي ما غاديش نفرط فيه ولو الاخر نفس. وكنتمنىكم توقفوا معايا الصحافه الاعلام، ربي عدل. الحمد لله الخروج ديالي الاسبوع اللي فات كان فيه خير وخير لبني. انا دابا حتى الا وقعت شي حاجه لبني غنكون خديت له حقه.
وهنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. الصراحة هذا الفيديو غيكون ضرك في قلبك، ما تنساش تبارطاجيه وتبارطاجيه بزاف بزاف لانه يستحق بارطاج. ما تنساش واحد لايك باش يطلع المنشور، وتابعني الا باقي ما تابعتنيش. بيش لكم تهلاو.